عبد الرحمن، ابتداء شوف خلينا نتفق على شيء، انه اكثر من يشعر بالهلال ويخاف عليه بالتاكيد انه مدرج وجماهير. هذه حقيقه لا تقبل النقاش. ايضا حق الانتقاد والمطالبه مطالبه اي لاعب بانه يبذل اقصى ما لديه، ايضا حق مشروع لاي مشجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع ده لقيته على التيك توك ومن المقاطع الجميلة جدا، وما ينفعش الواحد يعديه من غير ما يعلق عليه، لأن الكلام اللي اتقال فيه كلام يعتبر ذهب ألماظ فعلا يا جماعة. أكتر حد بيشعر بنادي الهلال، ومش نادي الهلال بس، بأي نادي في العالم هو جمهوره، وأكتر حد بيخاف عليه هو جمهوره. المدير الفني، الجهاز الفني، الإداريين، كل ده جاي عشان ياخد راتبه، جاي عشان يعمل صفحة في تاريخه أو يعمل تاريخ لنفسه أو يحقق إنجاز شخصي. لكن حتة النادي وحبه للنادي وخوفه على النادي، هو خايف على مصلحته الشخصية وتاريخه والسي في بتاعه اللي هيقدمه لنادي بعد منه، عشان يشتغل على هذا الأساس نجاحاته اللي هو بيقدمها. لكن اللي بيخاف على النادي بشكل أكبر واللي بيحس بالنادي وبيشعر بيه هو جمهوره، اللي رايح بيدفع فلوس عشان يساعد فريقه، عشان يشجع فريقه، عشان يشاهده، عشان يتفرج عليه. ومن حق الجمهور ان هو ينتقد اداء لاعب واداء المدرب واداء كذا، من حقه المشروع، فريقي اللي انا بشجعه. وانت كمدير فني في اي نادي، في الهلال، في الاتحاد، في الاهلي، في اي نادي في العالم، في ريال مدريد، في برشلونة، في الاسماعيلي، عشان بنشجع الاسماعيلي يعني، وربنا يصلح حال الاسماعيلي ما ندخلش في الحته دي. المهم ان من حقه ان هو ينتقد ويقول رايه، ولكن حقيقه ان الراي يبقى في منطقه معينه. يعني مثلا الراي اللي انا اقوله ما يجرحش الاخرين، يعني ما يجيبش الواحد سكته قلبيه، ولا يجيب له جلطه، ولا يعمل له صدمه نفسيه، ولا حاجه كده. ومن المدير الفني المطلوب منه كمان ان انت ما تعمليش صدمه، وما تعمليش ازمه، وما تعملنيش بس ان انت لما تيجي تحقق انجاز ان انت بتمن عليا. ما تطلعش عم جيسوس تقول لي في اللقاء الصحفي ولا في تصريحاتك ان انا في مسيرتي مع نادي الهلال لم اخسر الا 3 مباريات، انت ما بتجابش على حد. انت اللي حققته ده خدت ثمنه كويس جدا. يعني انت اللي عملته ده مش بمقابل، مش بدون مقابل. انجازاتك قابت ثمنها، وقابت ثمنها كويس جدا، وفي مكافآت الفوز اللي انت واخدها، ومكافآت البطولات. يعني الموضوع انت اشتغلت وخدت حقك وخدت حق شغلك، يعني خدت ما تستحق، ما اشتغلتش ببلاش. الجمهور اللي انت بتتكلم عليه يا عم جيسوس، ان انت بتقول يحضر ولا ما يحضرش، او ما يتكلم ولا ما يتكلمش، الجمهور ده دفع من جيبه وراح ورا النادي، وهو اللي بيحب النادي، وانت هتمشي وهو هيحب النادي، وهو بيحب النادي من قبل ما انت ما تيجي، وبيخاف على النادي. صحيح بعض الجماهير طلعت وكانت اوفر شويه في موضوع علي البليه، ولكن الجمهور ده بيحب النادي. وانت يا عم جيسوس اللي تسببت، اللي دخلت الجمهور ان يوصل للمرحله دي. انت اللي عملت الازمه دي، انت اللي ما بتسمعش للجمهور، انت اللي عنيد. خليني واضح معاك، فاشتغل بما يرضي الله، بما يرضي الله ويعرف يشتغل. المهم صلوا على النبي يا جماعه. خلينا نتفق ان المدير الفني والجهاز الفني والناس اللي شغاله في اي نادي في العالم بتشتغل براتب. صحيح ممكن تلاقي من ابناء النادي في الموضوع ده في المؤسسه، وصحيح ممكن تلاقي من ابناء النادي بيعمل لمصلحته الشخصيه اكتر من واحد جاي يشتغل من بره. فهنا بتفرق. وهنا لازم نتكلم في نقطه مهمه جدا اتكلمنا في البدايه، واللي الفيديو بتاع الشخص اللي انا ما اعرفش مين الاعلامي ده، بس تحياتي للجمله اللي هو قالها، وتحياتي ليه طبعا، وتحياتي للبرنامج دورينا غير. ان الجمله اللي قالها دي، ان اكتر حد بيخاف على النادي وبيحس بيه وبيشعر بيه هو جمهوره. جمهور كرة القدم، جمهور الهلال، وجمهور الاتحاد، وجمهور الاهلي، وجمهور النصر، وجمهور اي بيحبوا الانديه بتاعتهم. جمهور يعني احنا معلش قعدنا فتره في غيبوبه ستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق، مش عاوز يمشي، الا ان جماهير الاتفاق زهقت، حست ان هي مش موجوده، واداره الاتفاق مش عاوزه تغير. يعني حوالي 2 سنين مع هذا المدير الفني الفاشل
اللي خلى جمهور الاتفاق يمكن كاد ان يبطل ان هو يشجع الاتفاق. والاتفاق اللي كنا بنتكلم بانجازاته يعني اداء غير مقنع، والحمد لله انه غار او مشي ستيفن جيرارد. السلام عليكم.